بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء، ودائما مع الوصفات. اليوم جبت لكم وصفة موسكوتشو الأعراس والمناسبات للماكثات في البيت اللي يحبوا يديروا مشاريع ويسترزقوا بها. والآن راح نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. يلا بينا. عندي 5 بيضات، كأس سكر، كأس زيت، وأيضا كأس حليب دافي، عندي ملعقة خل، عندي 3 كيسان من الفرينة، وعندي أيضا خميرة كيميائية أكياس. عندي البيضات هادو درك راح نكسرهم هنايا في صحن البيتران. نتوما تقدروا ديروا أيضا بالباتر باش يجي الكيك تاعكم طالع. وأيضا اللي حابين يديروا موسكوتشو للدار يديروه بالفوي يقدروا، بصح يخلطوا مليح. البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني نحوه قبل من الثلاجة. نديرو كأس من السكر. دروك نضيفو أيضا الفانيلا، ملعقة من الفانيلا. تقدروا ديروا القرص أو أي عطر تحبوه. نخلطو مليح هذا الخليط، خليط البيض والسكر، حوالي 5 دقائق حتى يبيض هذا الخليط. وهذا هو الخليط تاعي بعد ما تخلط مليح، أخذ قوام كريمي، رجع كيما الكريمة كيما تشوفوه في الصورة. راح نرجع له هذا البرا تاعو ونغلق عليه ونبدأ نضيف فيه الزيت. الزيت نضيفه بالقليل، عندي كأس من الزيت. يقولوا لي راح يتعجن كي ديري كاس من الزيت، ما يجيش معجن، يجي خفيف رائع جدا. نديرو الزيت بالقليل حتى ننتهي من الكمية باش نروح نشوفوا المقادير الأخرى المتبقية. تخلط مليح هكذا. أنا استعملت البترا لأنه يساعدني بزاف في الخدمة والتصوير أيضا، ما نقدرش نصور ونزيد ندير البراميكسر. درك نضيف الحليب، نضيفه كاملا. الحليب يكون دافئ، نزيد نخلط، نخليه يخلط مليح هاد البيتران. وأيضا راح نضيف ملعقة من الخل. الخل كي نضيفوه راح يجي الموسكوتشو تاعنا خفيف وهش جدا ويعطيله طراوة رائعة. نكمل نخلط مليح حتى يتخلطني مليح، وراح نرجع لكم بعد قليل. بعد ما تخلط لي الخليط تاعي مليح، دروك راح نضيفو المواد الجافة ألا وهي الفرينة والخميرة. نجيب الصفاية تاعي باش نغربل الفرينة. راح نغربل الكأس الأول من الفرينة، ونزيد نضيف 2 كيسان أخرين بنفس الكأس، لازم تكيلو بنفس الكأس. نغربلهم مليح هكذا حتى نحيهم كامل. نضيفوا الخميرة. الخميرة عندي 2 أكياس من الخميرة الكيميائية بوزن 10 جرام للكأس، يعني عندي 20 جرام من الخميرة الكيميائية. نغربلهم مليح باش تنحى هذيك الكتل تاع الفرينة وأيضا الخميرة الكيميائية، ويتهولنا هذاك الموسكوتشو. نكمل نخلط هذه المواد الجافة مع المواد السائلة حتى تخلطنا مليح. وراح نجيب المول تاعي راح ندهنو بالزيت، وأيضا راح نرشو بالفرينة. خليط الكيك تاعنا أصبح جاهز. دوك راح نطفي هذا البيتران هكذا. شوفوا القوام تاعو كيف مهجة. كي تهزو هذا الخليط وتكتبوا هكذا يكتب لكم هكذاك يكون القوام تاع الخليط. الخليط تاعي أصبح جاهز. درك راح نحي البيتران ونطفيه
ونجيب المول اللي راح ندير فيه المسكوتشو. كنت دهنته بألف الزيت ورشيته بالفرينة. نوضع الخليط داخل هذا المول سير داير هكذا. يعني الخليط هذا يجي خفيف رائع جدا. لازم تعلوا البول تاعكم للأعلى باش يجي المسكوتشو تاعكم خفيف. الفرن يكون ساخن على درجة حرارة 180 درجة. نخليه حتى يحمر من الجوانب ونزيد نحمروه من الأعلى. وهذا هو الكيك تاعي بعد ما طاب. درك راح نحيه من الجوانب بالموس باش يتنحلنا جيدا، وايضا من الوسط باش نشوفوه اذا كان تلصق ولا لا. هكذا لازم نحيوه مليح حتى يتنحلنا. راح نقلب الكيك تاعي فوق السياج هذا باش يتهولنا وتنحلو السخانة. هكذا لازم نضربه مليح من كل الجوانب باش يتنحى بكل سهولة. شوفوا كيف ما جا الكيك تاعنا، جا طالع مليح يقدر يوكل 12 شخص. درك راح نخليه يبرد مليح باش نروحو للتزيين تاعو. بالنسبة للتزيين عندي هنايا كريمة البيستاش، شوكولاتة تارتيني، وأيضا كريمة البندق. التزيين يكون حسب الرغبة تاعكم. تقدروا تزينوا بالسكر جلاس، تقدروا تزينوا بالشوكولاتة تارتيني فقط، أو حسب الرغبة تاعكم وحسب طلب الزبونة. يعني كل زبونة واش تحب الديكور تاع المسكوتشو تاعها. نكمل الديكوري هكذا بالشوكولا التارتيني. هكذا ديروا خطوط فقط، وبنفس الطريقة نكمل نزين بكريمة البيستاش. يعني ندير خطوط للأسفل. تقدروا ديروا سكر جلاسي فوقها. يعني أنا فضلت ندير خطوط الشوكولا وأيضا البيستاش وأيضا كريمة البندق. ندير خطوط أيضا هكذا كما تشوفوا. والتزيين يبقى اختياري من الفوق. ديروا أي حاجة عندكم، تقدروا ديروا مكسرات أو تقدروا ديروا كاوكاو إيفيلي أو لوز إيفيلي. أي حاجة عندكم تقدروا ديروا أيضا سكر أجلاس حسب الرغبة تاعكم وحسب طلب الزبونة تاعكم. نكملها من الجهة المتبقية بشوكولاتة تارتيني. هكذا نديروها خطوط متقاربة مع بعضها البعض. عندي هذه الوردة الاصطناعية راح نديرها في الوسط باش يعطينا منظر رائع لهذا الكيك. وعندي هنايا عقاش خشين لونه أبيض. هكذا راح نزين جميع أنحاء هذا الكيك. تقدروا قلت لكم تزينوا بأي حاجة عندكم ومتوفرة أيضا وحسب الطلب. هكذا نديرها تورتور دائرية من كل الجوانب. وهذا هو الكيك تاعي بعد ما انتهيت منه من التزيين. دروك راح نقطع لكم قطعة باش تشوفوا كيف ما جا من الداخل. نقطع لكم هذا الكيك باش تشوفوه من الداخل كيف ما جا. هكذا نحي هذه القطعة. هكذا شوفوا كيف ما جا من الداخل. ما جاش معجن، جا رائع جدا وخفيف ومهوي من الداخل. نتمنى انكم اعجبكم هذا الفيديو، نال اعجابكم
ولكل ماكثات في البيت تحب تسترزق تستخدم الوصفة هذه. هذه مليحة، اللي يبغي يديرها راهي بزاف شابة. أتمنى أنكم شاهدتوا الفيديو هذا من الأول للأخير، وأنكم استفدتوا ولو القليل من هذه الوصفة. نقول لكم كل المشاهدين نتمنى أنهم يضغطوا على زر إعجاب باش ترفع لي المشاهدات، وأيضا المشاهدين الجدد نتمنى أنهم يشاركوا في القناة تاعي وأبونيو عندي. نقول لكم إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.